عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. يلا تشجعي كده وقومي بقى، كل سنة وانتوا طيبين. تنظيفة العيد بدأت يا قمر. انا هنا بوريكم جزء كده، يعني كام جزء من الحاجات اللي انا مصوراها. انا طبعا شلت فرشة الارض، وحتى الحاجات المفارش البلاستيك اللي على الغسالة واللي على التلاجة شلتهم ونقعتهم زي ما احنا شايفين كده. وده السجاد بتاعي واحدة واحدة كده كنت بغسلهم بقى، ومالية بقى البانيو. طبعا في ناس كتير قوي بتعشق تشوف الرغاوي والحاجات الحلوة دي. طبعا الشمس وجمال الشمس والحاجة كده وهي متنشرة تفتح النفس. قومي يا قمر يلا تشجعي. انا بوريكم حتى الكفرات، كل حاجة غسلتها والله في الحمام. هنا منشرة لتاني مرة. فيعني الحاجة تنشف او غسلة ومنشرة غسلة ومنشرة لحد ايه اللي ينشف بايه بشيله واحط تاني. حتى التنجيد برضو الخدادات دي بتاعتي ما كانتش عاجباني خالص، شايفين اصفرت كده وكده، يعني منظرها مش عاجبني خالص. هنغلب ابدا. يلا فتحنا بقى ونجدنا، يعني احنا عملنا عمال نظافة عملنا منجدين، عملنا اشتغلنا كل الشغلانات والله. بس انا بعلمك عشان خاطر مفيش حاجة ابدا تقف في ايدك ابدا، كل حاجة تعمليها. كنت بقى فكيت بقى الخداديات، وزي ما احنا شايفين القطن، انا الخداديات بتاعتي قطن، انا بحب القطن بصراحة، بفضله عن الفايبر، بيبقى صحي بصراحة يعني. فانا بفك، بص زي ما احنا شايفين كده القطن من بعضه، وهديله تشميسة حلوة يوم كامل والله. وهمسك الكفرات بتاعت الخداديات دي، هنقعها بقى في كلور ومسحوق، وبرضه هغسلها في الغسالة، احطها تغلي مع الغسيل الابيض. عايزة اقول لكم هخليها شمعة. حتى المخدة دي انا بحب انام عليها، الصغننة دي كانت بتاعت ولادي اول ما اتولدوا، بس بعد ما كبروا خدتها ليا بقى. برضو فكيتها، وشايفين هنقع بقى الحاجات دي. بحط عليها كلوريل وبحط عليها مسحوق، بنقعها ليلة كاملة، وبعد كده بحطها ايه في الغسالة مع الغسيل الابيض، الغسالة بتاعتي، وبتروح زي الفل. عايزة اقول لكم بتروح شمعة. هنا القطن بتاعي فردت في البلكونة كده، كانت ستارة عندي قديمة فردتها، وزي ما احنا شايفين القطن فكيته من بعضه. عايزة اقول لكم لما اجي انجدها هتروح كأنها اللي ما والله شافش جديدة. قبل كده الطماطم وهي المنظر الحلو ده الفلاحين بقى. بيشيلوها من الارض. بصوا الجمال، بصوا هقرب لكم. بصوا بيلموا محصول الطماطم ازاي، شايفين؟ بيلموا الطماطم من الارض، والطماطم شكلها تحفة. بصوا الجمال وبصوا الطبيعة، شايفين الطماطم اهي. بعد كده يا قمر بص الخضروات لما نجيتها، مليت القطن اهو، كانت اتغسلت بقى ونشفت، وخيطتها بكل سهوله والله. بس ما نغصتهاش بصراحه من النص لان ما كانش عندي الابره. طبعا كنا بنطلع هدوم الصيف وندخل الشتوي، وكانت دربكه. الفيديوهات دي يعني المقاطع دي على ايام، خلي بالكم مش كلها مره واحده. حتى الزرع بتاعي غسلته هنا، دخلت على التلاجة، وانا كنت عامله لكم فيديو قبل كده للمطبخ. يلا تشجعي قمر كده. التلاجة كانت يوم بصراحة غير يوم المطبخ، لان ما قدرتش. فبقسم حاجتي كده، يعني كل يوم اعمل حاجة. بصوا اوريكم التلاجة قبل، مع اني ايدي فيها والله على طول يا جماعة، بس بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. خليتها زي الفل. بصوا بعد ما خلصتها وفرشتها، وعايزة اقول لكم يعني انا بغسلها عادي بالصابون بتاع المواعين، بس لما اجي المية اللي بشطف بيها بشوفها بمية بخل عشان تعقمها كمان، من بره بقى ومن جوه ومن الجناب. حتى الفليزر فضيته، بص كنت هنا غسلاه، خليته زي الفل، فرشته هنا اللهم بارك، وتمت المهمة بنجاح. يلا يا قمر تشجعي كل يوم اعملي حاجة. انا كنت فرشت التلاجة، حتى المفارش دي اللي فوق التلاجة، المفرش ده حلو قوي. وفي جيوب كده ممكن تحطي فيه اي حاجة من الجنب. كنت خلصت حتى الحاجات اللي عليها دي غسلتها.